بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل وصفة النهاردة تشيكن وينجز ب6 نكهات مختلفة بالصوصات بتاعتها. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا معلقتين ثوم مفروم كبيرة، عليهم كمان معلقتين زيت كبار، زيت نباتي او زيت زيتون المتاح بالنسبة لك. والمنكهات اللي عندي بصل بودر وشطة حسب الرغبة وكركم وبابريكا وفلفل اسود واوريجانو وكزبرة ناشفة. الملح طبعا عندي حسب الرغبة. هقلب كل المكونات دي عندي مع بعض. عندي هنا اجنحه فراخ مغسوله كويس جدا بالملح والخل والدقيق ومصفياهم كويس من الميه. طبعا الكميه تقديريه، بس انا بالنسبه لي جايبه حوالي كيلو ونص. انا هحطهم كده في التتبيله واقلبهم كويس عشان اضمن ان كل جزء منها وصل ليها. طبعا انت لو مستعجله عليها ممكن تستخدميها كمان ساعتين 3، بس انا بالنسبه لي هسيبها ليله كامله وبعد كده هقول لكم بقى طريقه التسويه بتاعتها ازاي. هنا التتبيله قعدت ليله كامله، وكمان هحضر خلطه الكفر. عندي دقيق ونشا وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وملح حسب الرغبه وفلفل وكزبره ناشفه وكمان رشه شطه حسب الرغبه. هقلب كل دوت. طبعا الدقيق هحط مثلا حوالي 3 كوبايات، عليهم 3 معالق كبار نشا. هبتدي بقى ابدر الاجنحه كده كويس بالشكل ده، وفي الاثناء دوت انا حاطه الزيت على النار علشان يكون سخن وفي نفس الوقت تكون النار متوسطه. انا هخلص كل الكميه. الزيت قدح، هبتدي احط فيه بسم الله كده. اتحمرت معايا. انا هخلص كل الكميه بنفس الطريقه، وعلى بال ما اقليها كلها نجهز لاول نكهه بتاعه الصوص. اول نكهه معايا عندي باربيكيو صوص. هحط معلقتين كده كبار، عليهم كمان معلقتين كبار هوت صوص، واخر حاجه معايا 3 معالق كبار كاتشب، وعليهم عصره ليمونه كبيره. واقلب وابتدي احط الاجنحه عليهم واقلبهم تقليبه واحده، وبعد كده افضيهم واعمل بقى تاني نكهه. تاني صوص معايا عندي هنا قطعه زبده، هسيبها بس تسيح شويه. بعد كده هحط عليهم فصين توم مفرومين، عايزاهم يتشوحوا مش عايزاهم بس ياخدوا لون. بعد ما التوم يتشوح هنزل كده بجبنه بارميجان، لو مش متاح ممكن موتزاريلا او ممكن شيدر، بس بالبارميجان هتدي طعم ونكهه حلوه قوي. هقلبهم كده مع بعض وابتدي انزل بالاجنحه برده معايا ياخدوا تقليبه واحده. بعد كده اطفي عليهم النار ونجهز بقى للصوص التالت. تالت صوص سهل خالص. هنزل كده بمعلقتين كبار سويت شيلي صوص، وانزل برده عليهم بالاجنحه واديهم تقليبه واحده واطفي النار ونجهز بقى للصوص اللي بعده. معايا هنزل بمكعب زبده، هنزل عليهم بمعلقتين كده صويا صوص، وكمان 3 معالق كبار صوص السيراتشا، واحط معلقه كبيره عسل نحل، واقلب واسيبهم ياخدوا غلوه. وبعد كده انزل عليهم بالاجنحه، انزل كده ياخدوا تقليبه واحده. بعد كده افضيها في طبق التقديم ونجهز للصوص اللي بعده. الصوص معايا هنزل بمعلقتين كبار ميه، وعليهم كمان زيهم صويا صوص وعصره ليمونه كبيره، وكمان معلقه عسل نحل. طبعا لو مش متاح العسل ممكن السكر، بس بالعسل نكهته بتبقى احلى. هسيبهم كده يتقلبوا وياخدوا غلوه مع بعض. هبتدي اسقط كده الاجنحه معايا، اسيبهم برضو ياخدوا تقليبه كده، وبعد كده انشلهم واعمل اخر صوص. عندي هنا قطعه زبده، هنزل عليهم بمعلقتين كده بافلو صوص ده شكله، وكمان معلقتين كبار كاتشب، واخر حاجه رشه توم بودره. هقلبهم كويس. خدت غلوه معايا، هنزل بقى باخر حاجه عندي في الجناح، هقلبهم كويس برضو تاخد غلوه واحده، وبعد كده اطفي عليها وتبقى كده جاهزه للتقديم وللاكل. جهزت معايا. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه. يعني هيبقى عندك كذا تنوع. لو عندك اطفال بيحبوا ياكلوا الحاجات ديت جدا، انضف واحسن مليون الف مره من الحاجات بتاعت بره الجاهزه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.